الإمارات يصل بعد قليل إلى دولة الكويت لخوض تحديات خليج زين 26. هل يبدو هذا المنتخب أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الأهم في المنطقة؟ فاكهة البطولة حقيقة هو المنتخب الإماراتي. بنشوف دائما المنتخب الإماراتي له حضور مميز، أكيد من المرشحين للقب. دائما بطولتين تاريخيتين، 4 مرات نصف نهائي، 6 مرات مركز ثالث، أكثر من 15 مشاركة بالأدوار النهائية. دائما ما يطمح إلى اللقب، بالذات بوجود هيك سكواد توليفة لاعبين نعم. تتمتع بالانسجام والتعاون رفقة المدرب باولو بينيتو. أكيد المنتخب جاي مش يتحقق اللقب خلال الفترة اللي يمر بفترة جيدة جدا على الصعيد المعنوي والنفسي المنتخب الإماراتي. نعم، الحديث في مركز الأخبار مباشر الخاص بوصول منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الكويت يخص عدد من المحاور: منتخب الإمارات وتصفية المونديال، منتخب الإمارات والحدث الخليجي، منتخب الإمارات والإدارة الفنية البرتغالية، منتخب الإمارات أيضا والأسماء المؤثرة. لكن قبل أن نخوض في التفاصيل، إلى أي حد يمكن للنجاحات التي تحققت في ال6 جولات الأولى من الدور الحاسم التصفوي المونديالي أن تؤثر في أداء ونتائج منتخب الإمارات في الحدث الخليجي؟ هم نقسم الأمور لشقين. نعم. شو بده الجمهور الإماراتي؟ الجمهور الإماراتي بده اللقب. أما حقيقة إذا بدنا ناخذ نحن تفصيليا فنيا شو بده المدير الفني باولو بينتو من هالبطولة؟ هل يا ترى هي مشاركة للقب أم مشاركة لتحضير لاعبين مشان تصفية كأس العالم؟ نعم. ما في شك أنه هون في تباين. الجمهور الإماراتي يطالب دائما باللقب، باولو بينتو عليه تحضير فريق قوي، خاصة وأنه هو عم ينافس على البطاقة المباشرة للتأهل إلى نعم. هو عم بعد 3 نقط من أوزبكستان. نعم. يعني مباراتين سابقتين مهمين جدا أمام قطر وأمام قرغيزستان، قدم فيه المنتخب الإماراتي مستوى رائع جدا. المنتخب بالنسختين من خليجي من بطولة الخليج لم يحقق المطلوب، 6 مباريات لم يفز إلا في مباراة واحدة. أنا أظن بالمجموعة الواقع فيها المنتخب الإماراتي رح يكون اليد العليا في هذه المجموعة. نعم.